ولان فصل الشتاء من اكتر الفصول اللي بيكرهوها هنا الالمان، حتى معظمهم بيتمنوا ان يهاجروا بره المانيا بسبب الشتاء. النهارده هكلمكم واقول لكم ليه الالمان بيكرهوه قوي كده. الشتاء في ألمانيا أكتر الفصول اللي بيكرهوها هنا الألمان، حتى بعض المهاجرين أو الناس بيسموه بالجو الكئيب، وحرفيا مش هتلاقي نشاطات موجودة خالص في المدينة. حتى الأهالي بيقعدوا أطفالهم في البيوت وما بيخلوهمش يخرجوا بسبب الجو، ومعظم الناس اللي هتلاقيها في الشارع هتلاقيهم راجعين من الشغل. الالمان بيشتغلوا 5 ايام في الاسبوع، وعندهم السبت والحد الاجازه الرسميه بتاعتهم، فبيحبوا يستغلوا اليومين دول في اي حاجه يعملوها. يعني مثلا يسافروا اي مدينه جنبهم بساعتين، او مثلا يخرجوا في المدينه اللي هم عايشين فيها يتمشوا، يستمتعوا بالوقت اللي هو راح منهم بسبب الشغل. فما شاء الله الجو هنا في الشتاء ممكن يمطر 24 ساعه متواصلين، وده السبب الرئيسي اللي ما بيخليهمش يعرفوا يخرجوا خالص، بيخلوهم يفضلوا في البيت. ومعظمهم كمان بيحب ياخد اطفالهم ويروحوا على اي حديقه او اي مكان تاني، ولكن للاسف مع الاجواء ديت محدش بيعرف يعمل اي حاجه بره. هختصر لكم الجو هنا في المانيا. ممكن تبقى قاعد في البيت الجو حر، تيجي تنزل تتمشى الجو يبقى برد، تطلع تاخد الجاكيت وتنزل تلاقي الجو بيمطر، تطلع تاخد الشمسيه وتنزل تلاقي الجو بينزل تلج.